المشاهدون الأكارم، أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. التأكيد على الاستخدام الآمن لموارد البيئة في الإقليم الأوسط. دعوة لتعزيز دور الشباب والخبراء في توثيق التراث الثقافي في القشبركة. توعية في غردات حول تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل. تايوان تندد بمناورات بحرية صينية اندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات واشنطن وسيول. ومقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في منجم بجنوب افريقيا. أهلا بكم. أكد القائم بأعمال مسؤول قسم البيئة بوزارة الأراضي والمياه والبيئة سيد كبروم أسمرام أكد ضرورة تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للموارد البيئية باعتبارها موارد قابلة للاستنزاف والتدهور والانقراض. وأوضح السيد كبروم أن البيئة تشمل العناصر المادية الحية وغير الحية والموارد الطبيعية والمنشآت التي أنشأها الإنسان، ومن بينها السدود والموانئ والطرق والمباني، إلى جانب الكهوف والجبال والأنهار والسهول والغابات وغيرها. وأشار إلى أن القسم يعمل على إعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالبيئة ونشرها للمجتمع وفقا لأهميتها، موضحا أن دراسة أجريت خلال السنوات الماضية حول إدارة النفايات الصلبة أظهرت أن نحو 70% من النفايات في المدن الكبرى قابلة للتحلل، فيما تشكل المواد البلاستيكية نحو 18% منها. وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من الاستيراد وتصدير وتوزيع واستخدام المواد البلاستيكية، أوضح أن البلاد تعمل على تنفيذ الإخطار القانوني رقم 99 لعام 2024، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة تم التخلص خارج البلاد من 364 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، إلى جانب دفن وحرق نحو 100 طن من مختلف أنواع النفايات. وفيما يتعلق بجودة الهواء في مدينة أسمر، أوضح أن دراسة أجريت خلال الفترة من العام 2019 إلى 2024 أظهرت أن مستوى تلوث الهواء لم يكن مقلقا بصورة عامة، باستثناء بعض الانتفاعات خلال شهري مارس ويونيو وارتفاع التركيز بعض الغازات الضارة. وفي ختام حديثه دعا سيد كبروم إلى مواصلة وتيرة الجهود الرامية إلى حماية التربة والمياه، وكذلك التشجير وإعادة التشجير وتنظيمها بصورة تضمن مشاركة مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز حماية البيئة والاستخدام المستدام لمواردها. وجهت دعوة في اللقاء الذي جرى في مدينة بارنتو لتعزيز دور المجتمع عموما والشباب والمهنيين خصوصا في مهمة استكشاف وتوثيق التراث الثقافي في إقليم القشبركة. وفي اللقاء الذي استعرض وقيم جهود ونتائج مفوضية الثقافة والريادة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، أشار رئيس قسم الثقافة والريادة في إدارة الإقليم السيد إدريس صالح إلى أنه تم توثيق العديد من مواقع التراث الثقافي المهددة بالانقراض بشكل صحيح عبر اللجان التي أقيمت وعرضها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأضاف السيد إدريس أنه بالإضافة إلى الأنشطة التي تقام داخل المنطقة يعرض الشباب موارد ثقافية وطبيعية خضعت للبحث في المهرجان الوطني سنويا. ودعا المشاركون إلى استمرار وتوسيع نطاق المسابقات الثقافية التي تقام على مستوى الإقليم، وكذلك دعم اليوم الثقافي الذي تبادر به القوميات ومواصلة أنشطة الاستكشاف والبحث. نظمت في مديرية غردات بإقليم القشبركة يوم 6 من أغسطس توعية ركزت على تعزيز علاقات العمل ولا سيما تنظيم وتطوير العلاقات المهنية بين العمال وأرباب العمل بمبادرة من فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم.
وخلال التوعية التي استهدفت العمال وأصحاب المؤسسات، أوضح مسؤول وحدة العمل السيد مبرهة رزاني أن نمو المؤسسات وتطورها يرتبطان بدرجة كبيرة بكفاءة العاملين فيها وبنوعية الخدمات والمنتجات التي تقدمها، داعيا أصحاب المؤسسات وأرباب العمل إلى إيلاء هذا الجانب اهتماما أكبر والعمل على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين. من جانبه أكد قاضي محكمة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم القشبركة السيد التخلي أكلوم ضرورة توفير بيئة عمل تضمن للعمال حقوقهم وتتيح لهم أداء مهامهم في ظروف آمنة ومن دون تمييز، مشددا على أن العمال في المقابل مطالبون بالوفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم والعمل بجدية وتفان من أجل تطوير مؤسساتهم، موضحا أن أي تمييز أو إساءة ترتكب بحق العمال سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة قد تترتب عليها إجراءات قانونية. وأكد مدير مديرية غردات السيد إسحاق طعوم أن التوعية تسهم في تعزيز الفهم القائم بشأن علاقات العمل، كما تساعد في معالجة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، داعيا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية بصورة منتظمة. يواصل مشتل أتكارو في مديرية مايمنية جهوده الرامية إلى تلبية احتياجات التشجير من الشتلات والمساهمة في إنجاح برامج التشجير وحماية البيئة في المنطقة. وأوضح السيد معش وقيت ممثل هيئة الغابات والحياة البرية أن المشتل أعد خلال العام الجاري أكثر من 170 ألف شتلة لدعم أنشطة التشجير، موضحا أن معظمها ينتمي إلى 22 نوعا من الأشجار المستوطنة وغيرها الملائمة للظروف البيئية. وأشار إلى أن الشتلات بدأت بالفعل تزرع من قبل المزارعين الأفراد والمشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية في الأراضي المفتوحة والأماكن الدينية، بما يعزز جهود زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة. وفي سياق متصل، يواصل طلاب حملة الطلاب الصيفية التنموية في مديرية صارونا تنفيذ أنشطة في مجال الحفاظ على المياه والتربة وفقا لما أوضحه المهندس الزراعي زينا جرماي. ويشارك الطلاب في تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها إنشاء وصيانة الحواجز المائية وزراعة الشتلات والعناية بالأشجار، إلى جانب أعمال صيانة المنشآت الرامية إلى الحد من انجراف التربة والمحافظة على المياه. وقد تمكن الطلاب حتى الآن من تنفيذ نحو 30 كيلومتر من الحواجز الترابية وإنشاء 549 مترا مكعبا من الحواجز، إضافة إلى أكثر من 900 حفرة مخصصة لزراعة الشتلات. مشاهدينا، فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن البحريتين الصينية والإندونيسية ستجريان تدريبات مشتركة هذا الشهر في المياه بالغة الحساسية السياسية الواقعة إلى الشرق من تايوان، حيث تسعى بكين إلى تأكيد مطالباتها بالسيادة. وفي بيان موجز، قالت وزارة الدفاع الصينية أن سفينة حربية تابعة للبحرية الصينية ستجري في منتصف أغسطس الجاري تدريبا ملاحيا مشتركا مع سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية في المياه الواقعة شرقي تايوان دون أن تحدد الموقع بالضبط. هذا ونددت تايوان بخطط الصين لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع إندونيسيا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، معتبرة أن بكين تسعى إلى إيجاد انطباع زائف بأنها تملك ولاية قضائية على تلك المنطقة البحرية. وجاء الإعلان الصيني في وقت تجري تايوان أوسع مناوراتها العسكرية السنوية الهادفة إلى إعداد السكان لمواجهة احتمال غزو صيني. قالت السلطات في كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ من منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وذلك بعد 6 أيام من إطلاقها صاروخا باليستيا آخر من المنطقة نفسها. وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي كثف المراقبة ويبقي على حالة التأهب لاحتمال إجراء عمليات إطلاق إضافية، بينما يتبادل المعلومات من كثب مع الولايات المتحدة واليابان.
ويأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تعتزم فيه سيول وواشنطن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في الفترة من 17 إلى 27 من أغسطس للاستعداد لمواجهة القدرات النووية والعسكرية المتطورة لبيونغ يانغ. قال شرطة جنوب أفريقيا إن 14 شخصا يعملون في التعدين بشكل غير قانوني لقوا حتفهم، وأصيب العشرات في منجم قرب روستنبرغ في الإقليم. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكولونيل آديل مايبيرغ قتل 14 من عمال المناجم غير القانونيين معظمهم من ليسوتو جراء انهيار صخري. وأضافت نقل 8 آخرون إلى المستشفى، فيما يحتمل أن يكون عدد غير معروف من عمال المناجم غير القانونيين عالقين حاليا تحت الأرض، والشرطة موجودة في الموقع ولا تزال العملية جارية. وتتكبد الحكومة وقطاع التعدين خسائر بمئات الملايين من الدولارات سنويا نتيجة خسارة مبيعات وضرائب وعوائد بسبب التعدين غير القانوني. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن موجات الحر أصبحت أكثر توترا وشدة وطولا واتساعا مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب بسبب تغير المناخ. وقال جون كينيدي رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي في جنيف أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواترا وشدة وتستمر لفترات أطول، وتغطي مناطق أوسع بكثير مما كانت عليه في مناطق كان مناخها أكثر برودة في الماضي. وتشهد أجزاء من أوروبا موجة خامسة من الطقس الحار هذا الصيف وسط الجفاف وحرائق الغابات ودرجات الحرارة القياسية. وأرجعت المنظمة تزايد موجات الحر إلى استمرار أنماط الضغط المرتفع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مؤكدة أن الظروف الحالية لا ترتبط بظاهرة النينيو. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. التأكيد على الاستخدام الآمن لموارد البيئة في الإقليم الأوسط. دعوة لتعزيز دور الشباب والخبراء في توثيق التراث الثقافي في القاشبركة. توعية في أغردات حول تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل. تايوان تندد بمناورات بحرية صينية أندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات واشنطن وسيول. ومقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في منجم بجنوب أفريقيا. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.